هلو بنات. البارحة طبعا قررت أسوي الحمص قيمة. بداية جبت الحمص اللي نقعته قبل يوم، وجبت نص كيلو لحم شرح، خليتهم سوية وخليتهم جدرية عندكم، مو شرط ضغط، وتخلون عليها سيليفون، تحكموها داير، قبقوها وتخلوها على نار كلش ناسية. بعدين من كل شي يستوي تطلعوه تصفوه من المي، وباليد مالت الهاون كلش دقيته زين. وهنا جبت زيت وبصل ونوي بصرة مطحونة وبهار قيمة، حمستهم كلش زين، وضفت عليهم المعجون همات، حمسته كلش زين وياهم لحد ما وصل لهذا القوام بنات. ضفت للحمص واللحم اللي دقيتهم، بعدين جبت مي مالت اللحم اللي زاد ضفته عليهم، وحسب القوام اللي انتو تحبوا، تريدوها ثخينة تريدوها خفيفة، بعد يعني انتو حتخلوها على النار تدخن اكثر. فهنا اني خليت عليها المي وخليتها على النار، على نار متوسطة لحد ما صارت يعني كلش ثخينة، حمود يحبها، فخليتها على راحتها صارت كلش تمام. وهنا للتمن زيت وبصل وورق غار وقرفة وقرنفل، من يفورون اخلي بيهم التمن لحد ما ينشف، اخلي له صبغ اللوزينة قليل. بس هنا طلع برتقالي منطيني اياه العطار، مو منطيني ذاك الاصفر يعني مثل الزعفران. وهنا قعدنا انا وحمودي حتى يذوقها وينطيني رأيه الصدق وبدون مجاملة. الله عليك شنو رأيك بالطعم؟ والله قيمة الجنة صدق بالقرار، يعني مثل ما ببالك. عاشتي حبيبي ألف عافية. والله قال الليل الناس نايمة. شنو أسوي؟ ذرة ليمون وملح. فستوقة شو تسوي؟ فستوقة قاعدة تاكل. هم دلو. يلا كملي أكلش.